أهلا أهلا. هذه كانت رحلتنا لمدينة الملك عبدالله لشخصين لمدة يوم واحد. في البداية تغدينا، بعدها بسم الله انطلقنا. راح أذكر إن شاء الله في المقطع معلومات متأكدة كثير يبحث عنها، لأن حتى أنا كنت أبحث عنها وصراحة كثير أشياء ما عرفتها إلا بعدين. طيب راح أذكر الميزات كمان والعيوب. هذه بوابة الدخول لثول، ما أدري الناس والله يا ثول يا أسبان. المهم بوابة الدخول ما في، يعني عادي الدخول على طول، ما راح يسألوكم أو شيء، ولكن في الخروج يسألوا. هذه الدخول. طيب هذا التطبيق راح يساعدكم كثير بأنكم تعرفوا الفعاليات والأسعار، إذا متوفر الفعاليات أو لا، لأن أحيانا تكون مقفلة. هذا بوابة الدخول المدينة، لازم يكون معكم تصريح أو حجز مؤكد لفندق. التصريح تاخذون موقع من في جوجل، بس اكتبوا تصريح دخول مدينة الملك عبدالله، راح يعطوكم هنا. يسألوكم إيش عندكم كذا، تقولوا لهم زيارة. يعني المسافة من البوابة إلى المدينة نفسها نص ساعة، يعني سفر مرة ثانية. طيب الوصول تقدروا تسافروا، تروحوا بالسيارة ياخذ منكم ساعتين، أو بالقطار يمكن نص ساعة، 35 أو 50، أتوقع 35 ريال. هنا أول ما وصلنا الفندق كان حاجزنا الفندق البيلسان، صراحة مرة كان هادي، مرة حلو. الحجز مدة يوم واحد. طيب الدخول أصلا للمدينة مجاني، يعني ما تدفعوا أي شيء. هاي الفندق كان بيرسان، غرفة سوبريورد، إطلالة على البحر. هذه كانت إطلالة، كان كل شيء قريب منا، في أشياء نروح لها مشي. بعدين إن شاء الله راح أشرح راح أقول لكم إيش فيه الأشياء هذه اللي قدام، اللي تكون واجهة للفندق. هي مغبشة يعكس القزاز مرة عاكس. صراحة أكثر شيء ساعدني في التنقل تيك توك. كنت أكتب مدينة الملك عبدالله، يطلع لي أماكن على طول أبحث فيها، أبحث عنها في جوجل ماب، وعلى طول نروح لها، تكون قريبة، لحد ما خلاص عرفنا كل شيء، يعني المكان. طيب هذا الضيافة كل فترة إلى الفندق، إلا معلش مطعم. طبعا زوجي زعلان من المنيو حقهم، ما عجبه. هذا الدخول شاطئ يام، أتوقع الشخص ب180، الشباب ب200، كل شيء تلاقوا في التطبيق حقهم. في كمان شاطئ بيور، الصراحة ما في مميزات شاطئ، يعني ما في مطاعم، ما في جلسات. فيها ممشى الشاطئ، هو كان دخول ب30، هو اللي دخلناه، هو اللي راح تلاقوا فيه الجلسات والمطاعم والكافيهات الحلوة هذه اللي يصوروها الناس. طيب هذا الطريق راح يوديكم على مطاعم، بس مو كثير، ما حسيت يعني كان لها داعي. شوف المنظر يجنن، كان مرة حلو، بس صراحة الشمس مرة خربت، الحر كان مرة مخرب علينا، بس المناظر تشفع للحر. طيب إذا أختي كانت تقول لي نقابك دايم مايل، الحين صراحة صدقت. هنا كان برجر كينج، رحنا بس ناخذ لفة على المكان كذا عشان لما نتعشى نعرف فين. أغلب المحلات مقفلين يدوب. هذه بقالة ميد، كل شيء متوفر عندهم. أول شيء جت عيني عليه صراحة الآيس كريم، وشيء بارد من الحر، أي شيء بارد على طول. هاي 3 آيس كريمات، في نوعين، في ثلاجتين. صراحة كل شيء كان متوفر فيها، حتى المعلبات، شاهي، قهوة، كمان بلاستيكيات إذا تبغوا، يعني عندكم شيء تحطوا في بلاستيك، صحون،
مناديل، شامبو، كل شيء تلاقوه هنا كانت ميد. اللي ما تبغوا تخبصوا كمان عندهم بروتين بار. هنا ثلاجة الآيس كريم. بصراحة ما كان ينفع الحر، وقت الحر يعني شوي، لو كان شوية براد، بس احنا رحنا للأسف في عز الحر. بس الحمد لله كانت رحلة مرة حلوة. شوف المحلات كيف مقفلة. هذا مطعم هندي، سعره كانت مرة حلوة مناسبة، بس ما جربناه. شوف أغلى المحلات كيف. هذا المطعم ما دخلته صراحة، أتوقع عندهم بيتزا برجر زي كذا، ما دخلته. كان مواجه لمستشفى سليمان، دكتور سليمان الحبيب الطوارئ، وجنبه كمان على طول ستاربكس، وجنب صيدلية سليمان الحبيب وصراف، يعني كل شيء موجود حولكم. انتوا بس اكتبوا في جوجل ماب يطلع لكم على طول. مثلا تبغوا ستاربكس، بس اكتبوا ستاربكس، أقرب ستاربكس راح يطلع لكم، تروحوا عليه بالسيارة. كمان كانت منطقة مرة هادية، يدوب تلاقوا أحد حولكم، تحسوا المكان مهجور صراحة. طيب هنا البحر كان مرة حلو بصراحة، أنا من عشاق البحر. هنا طبعا أنا خوافة بالقوة، نزلت خاف أطيح. هذا اللاونج كان منظره مرة حلو، جلسات مرة حلو تفتح النفس صراحة. ما قدرت أصور، كان في ناس يعني جالسين، ما حبيت أرفع الكاميرا عليهم. هذا كمان، هذا من جوا نفس اللاونج لكن داخلي، تبغى جلسات داخلية أو خارجية، كان مرة حلو. لا من جوا مو حلو، بس من برا كلها حلو. يعني مع إطلالة البحر صراحة أحلى. فجأة ظفري انكسر، نكد علي. هاي المحلات مقفل. يعني في بعضها كانت مفتوحة بس تقفلت بعدين. هذا محل سمك، أكلات بحرية، أتوقع اسمه السيد أو والله ناسي اسمه، بس أكلات بحرية. يعني هم يسووا لكم السمك اللي تبغوه من اختياركم. طبعا مع الحر علبة ورا علبة، موية ورا موية، كانت مرة باردة، خلصتها مع الحر. يعني تروحوا كل شيء متوفر حولكم، ما تخافوا إنه ينقص عليكم حاجة أو شيء، كل شيء متوفر. هذه الدراجات ناسي والله أجارها كم، أتوقع نص ساعة 30، ماني متأكدة. كمان هذه السيارة ذيك الحمراء مدري إيش اسمها، هذه يسموها عربية سندريلا، بس ما في أحد، ما شفت أحد يراكبها. يعني كان وقت عصرية، بس يمكن مع الحر وكذا ما حد، هو يمكن لنا ما حد فيه أصلا، بس إحنا. طيب هذا منظر خلاص وقت الغروب. طيب خلونا نتكلم الحين عن طريقة الوصول، يا إما زي ما قلت بالسيارة مدة 2 ساعة أو بالقطار. لكن مشكلة القطار إنه راح تاخذ تاكسي يوصلكم، ويصير تنقل داخل المدينة بالباص أو بسيارة الجولف، ولازم تتصلوا عليهم تدفعوا لهم أتوقع 5 ريال أو شيء زي كذا، لكن حسيت بالسيارة مرة أفضل. طيب خلونا نتكلم عن المميزات والعيوب. المميزات المكان مرة حلو ومرة هادي ومناسب للكل، خاصة اللي يحب الهدوء وكذا، ما تبغوا حد حولكم. مرة نظيف بس مو مرة، يعني صراحة مرتب منظم، وكل شيء متوفر حولكم، مطاعم، بقالات، مستشفى، كافيهات، صيدلية، اللي تبغوا. متوفر كمان الفنادق، في تبغوا فنادق، تبغوا شقق، يعني شيء سعر بسيط، يعني راح تنبسطوا صراحة. لكن أفضل وقت تجوا يعني يكون جو مو بارد، يعني وسط، عشان ما تتعبوا مع الحر. طيب العيوب، المكان مرة بعيد، مرة 2 ساعة وزيادة. حتى لما تدخل المدينة ما توصلوا، يمكن على ما توصلوا نص ساعة زيادة كمان.
في مناطق كثير مرة مهجورة، شوفوا كيف أصلا هدوء مرة، مناطق مرة مهجورة تحسوها يعني، تحسوا يعني كأنها ما أدري، بس كذا المكان يخوف من كثر ما هو مهجور. المحلات والمطاعم قليل، المطاعم بعيدة عن الفنادق، لازم سيارة، يعني حتى الفنادق ما في شي حولها، تبغى شي مثلا بقالة لازم بالسيارة. الفنادق ما فيها حولها يعني زي ما قلت بقالات أو شي تروح ولا مشي. إيش باقي؟ بس الحلو دخولها سهل، كان كل شيء يعني منظم هادية. قالوا لنا أفضل وقت إذا تبغوا تجوا في الإجازات، إذا تبغوا يكون في ناس يعني إجازات، أو لما تكون الأجواء شوي باردة، بس مع الحر ما يكون في أحد يعني. بس صراحة ما حسيت الحر يضايقنا يعني، عشان المكان كان مرة حلو يشفع صراحة. طيب هذا المطاعم، هذا جزء المطاعم. هو في جزئين، في لأن بقالة ميد أتوقع ما في إلا مطعمين أتوقع، وفي ما أدري والله بس في برجر كينج وفي بياتو، يعني اكتبوا بياتو مدينة الملك عبد الله يطلع لكم هذا المكان، هو اللي حلو أكثر شيء يروحوا، يعني أكثر اللي يصوروا ويروحوا. يعني تعشينا برجر كينج. هذا ممشى الشاطئ، شوف اسمع الأصوات كيف حاطين سماعات كيف مكبرات مرة، الصوت كذا رايق. يعني في الليل الدخول زي ما قلت ب30 إذا بتمشوا مسافة، إذا تبغوا أقرب للبحر لا الدخول 50. هنا كانت جلستنا لما تعشينا، كانت لاونج. أنا أخذت كابتشينو، صراحة ما كنت متوقع بيطلع لذيذ، بس مرة عجبني، مرة لذيذ. بالعادة اللاونجات الكافي حقهم يعني كذا مشي الحال، بس لا والله طلع مرة حلو. كان بس ما في أحد حولنا غير يمكن مجموعة بنات. بعد الكابتشينو كذا حسيت الدنيا صارت حر أكثر، رحت أخذت حلاوة قمي وأخذت موية مرة باردة. اسمه الهدوء. صدق المكان يعني مرة يستاهل تروحوا زيارة يوم واحد، أكثر من يوم مرة ما أنصح، يعني يوم إلى يومين، لأن ما في شيء صراحة يحمس غير منظر البحر والهدوء والأصوات، يعني صوت الطيور كذا مع البحر. بس يعني بالنسبة لي كان يوم مرة كفاية. وهنا كنا راجعين خلاص على الفندق. هذا اليوم الثاني، صحيت 7:30 فجأة كذا صحيت، سويت لي قهوة. أي سؤال عندكم اكتبوا في التعليقات، متأكدة يعني كثير يبغى يروح بس مو عارف أشياء كثيرة. يعني حتى أنا لما كنت يعني كنا مخططين نروح، في كثير أسئلة كذا كانت في راسي، حاول دورت في بعضها عرفناها بعدين، بعضها لا عرفتها من قبل زي كذا يعني. بس هذه الإطلالة الحين أشرح لكم إيش بطل على الفندق البيلسان. شو هذاك المسبح تابع الفندق البيلسان مجاني. إذا كنتم من فندق البيلسان هم راح يسألوكم عن رقم الغرفة عشان يتأكدوا يعني إنكم مستأجرين فيه. إذا كنتوا جايين زيارة أو من فندق ثاني تبغوا تدخل مسبح فيها رسوم. شو البحر هناك ورا، فيها سينما الأطفال صغيرة، أتوقع دخولها مدة الفيلم قصدي 20-25 دقيقة كذا. هذا صراحة ما فهمته، تقدر تروحوا تزوروا بس ما أدري شو بالضبط، شيء حق تكييف حق ما أدري تبريد ما أعرف إيش شو ذيك السينما اللي بالأزرق، ذيك السينما الأطفال. هناك ملعب بادل، ملعب تنس، ملعب كورة،
إيش كمان هناك في اسمها حديقة جمان بارك. أيوة هنا شوفوا هذا الملونة هذه اللي على اليمين، هذه جمان بارك. المسبح داخله بادل، بس ما أعرف البادل بكم دخولها وكذا. هذاك فندق فيوز. الفندق كان حلو إنه كل شيء قريب منكم، يعني المسبح رحنا مشي، كمان الحديقة رحناها مشي، البوت كمان تقدروا تستأجروه. ما عرفت والله صراحة كم أجاره، ما كنا مخططين. هذه هي حديقة جمان بارك. صراحة منظرها مرة يحزن. شوف كيف ما في تجديد، يعني تحسوه مرة مبهذل، في أشياء مكسرة، الأرضية مقشرة مع الشمس، يعني المفروض تكون في مظلات يعني تغطيها كامل. هي منظرها حلو بس حرام يعني ما فيها اهتمام صراحة. المدينة كلها صراحة ما فيها اهتمام. ختمناها آخر شي بالمسبح. طبعا الدخول بس للرجال وأطفال، ما في نساء. كان مرة 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 حلو. منظره حلو، هدوء. الساعة كانت تقريبا 10، كان باقي الموظفين ينظفوا كذا. هذا مسبح الأطفال مرة كبير، ووراه البادل، اللي حاب يدخل البادل وكذا يلعب بادل. وبس الحمد لله كذا انتهت رحلتنا. كان الحمد لله يوم سعيد كثير. هل أعيد الزيارة؟ أيوة أعيدها إن شاء الله، بس زي ما قلت يوم إلى يومين بالكثير. ومع السلامة.